وحاول الجراد يكسر النمله اللي وقفت قصاده، ويمكن الاسم غريب على كتير مننا برغم ذكائه ومكره المنقطع النظير. انا اللي يعني هعدل الميله، ما تقولش لحد بقى ان انا قلت لك الكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست الصبح بكري، البودكاست اللي بنحاول نخلي فيه حياتنا افضل بالعلم او بالعمل. وانا النهارده الحقيقه جاي ادردش معاكم واحكي لكم قصه هتستغربوا لها شويتين في الاول، لكن هتفهمكم حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا. يلا بينا نركب آلة الزمن ونرجع لسنه 4 هجريه، وهنروح تحديدا لمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنلاقي ان عايش مع المسلمين يهود بنو النضير ويهود بنو قريظه، وكان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده سلام. لكن يهود بنو النضير ينقضوا المعاهده، ومش بس ينقضوا المعاهده، ده كمان يحاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا ينقذ نبيه من محاوله القتل دي، وبدل ما النبي ينتقم منهم ما كان منه إلا أن أمرهم بأن يخرجوا من ديارهم في خلال 10 أيام وإلا سيقاتلهم. فقالوا لا خلاص هنمشي. لكن في نفس الوقت يتواصلوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، أحد رؤساء الخزرج اللي كان عامل نفسه أردني، كان عامل نفسه عربي، كان عامل نفسه مسلم، لكنه في الحقيقة كان زعيم المنافقين في المدينة. المهم يقول لهم ما تقلقوش، أنا معاكم وهساعدكم ومش هخلي حد يهجم عليكم، ولو دخلتوا في حرب أنا هنصركم. فيرجعوا في كلامهم ويرفضوا إن هم يخرجوا من المدينة. فيتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للحرب ويروح لهم، لكنهم يتحصنوا في حصونهم ويقاتلون المسلمين من الجو. برضو في هذا الزمن من الجو كانوا بيطلعوا فوق النخيل ويرموا عليهم القذائف، النبل والسهام، وعشان المسلمين يحرموا اليهود من الأفضلية الجوية دي يبدأوا يحرقوا في النخيل. فيتواصل اليهود مع المنافقين، لكنهم ما يقدروش يساعدوهم ويتخلى عنهم. فيلقي الله في قلوب اليهود الرعب، فما يلاقوش حل تاني غير ان هم يبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الأمان ويقولوا له ان هم عايزين يخرجوا في سلام. فالنبي يسمح لهم. ودي هنا بقى دي فعلا حاجه كده، اللي هو اكيد النبي ده من عند ربنا. انت لو بشر عادي، لو بني ادمين عاديين وكان في مجموعه بيقاتلوك وبيقتلوا منك وحاولوا يقتلوا النبي بتاعك، اكيد انت مش هتسامحهم. فما بالك بقى بان العرب اصلا كانوا في جاهليتهم، واسمح لي اقول كلمه كانوا شديدوا الغيره والانفه والعزه. ويكفي ان انا اذكر لك ان واحده من أشد الحروب اللي قامت في تاريخ العرب كانت حرب البسوس اللي استمرت 40 سنة ثأرا لناقة. واحد قتل ناقة بتاعت واحدة فقامت حرب 40 سنة. فما بالك لو أراد هؤلاء العرب إن هم ينتصروا ويثأروا لنبيهم من اليهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهم بإن هم يخرجوا في أمان. تخيل بعد كل اللي عملوه ده، ويسمح لهم كمان ياخدوا بعيرهم أو عربياتهم الملاكي وما تحملوا من متاع، وبالفعل يخرجوا بقى وهم بيسقفوا وبيزيطوا عشان ما يشمتش فيهم المسلمين. ومش بس كده، ده قلوبهم من الغل والحقد خلتهم يحرقوا بيوتهم ويهدموها بإيديهم عشان المسلمين ما ينتفعوش بيها. تخيل بعد أن أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا كده. لا، ده مش بس كده، ما يبقوش يهود، ده استمروا في الكيد للمسلمين واستمروا في تحريض قبائل العرب، وقعدوا يعملوا زيارات دبلوماسية لأمريكا وأوروبا، قريش وغطفان وبنو سليم وبنو أسد، وقعدوا يتجهزوا لبناء جيش ضخم لاستئصال شأفة المسلمين للأبد. وأنا بكلمك حاليا وأنا حاسس إحساس النملة. عارف النملة بتاعت، مش فاكر كرتون اسمه ايه، كان في نملة حاولت تقف قدام سرب من الجراد، وحاول الجراد يكسر النملة اللي وقفت قصاده دي ويخليها عبرة لمن يعتبر. ازاي اتجرأت وتحدت الجراد، ازاي اتجرأت وكان عندها امل في النصر وكانت عايزة ارضها ليها، ازاي اتجرأت وقاومت، زي ما بيحصل دلوقتي مع النملة الوحيدة اللي وقفت بكل فخر وعزة. ولا اقصد والله بضرب ليهم بالنملة مثلا القلة او صغر الشأن، لكني اقلد القرآن في قصة النملة اللي انقذت اهلها كلهم من الموت والتكسير تحت خيول جيش سيدنا سليمان. ومع ان النملة في الفيلم غيرت من افكار باقي اهلها من النمل وفهمتهم ان احنا متحدين نقف ومتفرقين نسقط، لكن نملتنا في الواقع لسه بتحارب لوحدها. حواليها نمل كتير لكنه مش قادر يعمل حاجة، وكل ما واحد منهم يتكلم يقولك ده انا واحد لوحدي ماليش قيمة، انا اللي هعدل الميلة، انا اللي هغير الواقع، شويه المقاطعه دول هم اللي هيفرقوا. انا لما هتكلم في الاتوبيس واتكلم مع اصحابي واتكلم مع اولادي واتكلم مع اهلي، هم دول اللي هيغير. وده عكس الاسلام تماما. الاسلام دايما كان بيعلي من قيمه الفرد المسلم، مش بس بيجعله عظيم القدر عند الله عز وجل كما جاء في الحديث بان المسلم اعظم حرمه عند الله من الكعبه، لكن كمان كان بيعظم من اثره. وعشان اثبت لكم صحه اللي انا بقوله ده، هثبته لكم بمثالين لشخصين او بطلين من غزوه الاحزاب اللي بنتكلم عنها. يمكن البطل الاول كلكم تبقوا عارفينه، لكن البطل الثاني انا متاكد ان نسبه قليله جدا منكم اللي هتبقى عارفاه. يلا بينا نرجع سنه 5 هجريه، بعد سنة كاملة من الزيارات الدبلوماسية والاتحاد مع مجموعة من الحلفاء الاستراتيجيين، تنجح الجهود والمساعي أخيرا، ويتكون جيش هجوم مشترك من الأحزاب لإبادة المسلمين في غزة، في المدينة المنورة. وهنا يظهر البطل الأول اللي كلكم عارفينه، سيدنا سلمان الفارسي. فرد واحد بس
كان السبب الرئيسي بفضل الله عز وجل في حفظ المسلمين من الإبادة، بطرحه طبعا لفكرة الخندق. واسمحوا لي هنا نقف وقفة بس، يعني بحاول استكشف كده دماغ سيدنا سلمان الفارسي لو هو قاعد معانا اليومين دول. هيقول لك يعني انا لسه مسلم امبارح، انا اللي عمري ما دخلت اصلا حرب معاهم ولا مع قريش، يعني هي فكرتي دي يعني هتغير حاجة؟ يا عم انا مالي، انا مش بايدي، انا لو اللي النبي هيقول عليه انا هنفذه، اللي الصحابة هيتفقوا عليه انا معاهم. لكنه ما قالش كده، كل اللي عمله انه قال فكرته، اتكلم بصدق وكان خايف فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، اتكلم بقلبه، اتكلم مش عشان خاطر هو عايز يتكلم، اتكلم عشان خاطر هو صادق مع الله. ونقطة الصدق مع الله دي نقطة مهمة جدا ومحورية عشان تلهم اي فكرة. الصحابة بقى الناحية التانية ما قالولوش بقى شوف بقى سيدنا سلمان طالع يركب الترند، ما قالوش ده طالع يقول كلمتين وخلاص، لا ده اتخانقوا عليه. وقام المهاجرون وقالوا سلمان منا، والانصار قاموا قالوا لا سلمان منا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلمان منا آل البيت. ويا بختك يا سيدنا سلمان. النبي بعد مشورة مع الصحابة بدأ فعلا في تنفيذ الفكرة اللي أنقذت الإسلام في الحرب، عشان نفهم ونستوعب إن طبيعي جدا إن فرد يغير أمة، وإن فكرة واحدة ممكن يبقى ليها عظيم الأثر، ونفهم إن النصر سهل جدا على ربنا وهين لو أخذنا بالأسباب وصدقناه. وعشان أفهمك الفرق الرهيب اللي عمله حفر الخندق، خليني أدي لك شرح سريع كده لجغرافية المدينة. زي أي بلد عندها شرق وغرب، والشرق والغرب دول فيهم جبال، فمستحيل يجي منهم جيوش. والجنوب ده في يهود بنو قريظة، ويهود بنو قريظة بينهم وبين المسلمين معاهدة واتفاقية دفاع مشترك، فخلاص الناحية دي أمان. لكن يتبقى الشمال، ودي منطقة ممهدة وأكيد هتبقى محط أنظار جيش الأحزاب وهيحاولوا يدخلوا منها. لكن بعد حفر الخندق يفشلوا في اقتحام المدينة من الشمال برغم محاولاتهم العديدة، لكنه تكتيك جديد عليهم لم يعهدوه في حروب العرب من قبل. وبالفعل هي دي ميزة سعة مظلة الإسلام مقابل بقى النزاعات العرقية والنزاعات الفردانية والنزاعات الشعبوية اللي بتفرق أكتر ما بتجمع وبتضر أكتر ما بتنفع. لكن بعد فشلهم في اختراق الخندق يذهبوا إلى بنو قريظة لتأليبهم على النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على نقد المعاهدة. ودي ملحوظة دايما يا جماعة في التاريخ، يعني أي حد حتى لو ما عندوش يعني تعمق في التاريخ لازم يفهم إن اليهود لا يحفظوا عهد مطلقا من أيام سيدنا موسى وبني إسرائيل، وهم لا يحفظوا العهود. حتى ربنا عز وجل قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يعني احنا هنيجي بقى احنا متخيلين ان احنا هنبقى مختلفين عن سيدنا موسى ولا هنبقى مختلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيحفظوا عهودهم معانا؟ يا جماعة ده كانوا بيقتلوا أنبياء، هيحافظوا على أولادكم؟ المهم الخبر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعت رسل من عنده عشان يتأكد هل لسه بنو قريظة على العهد، فيقولوا ما بيننا عهد واليوم يباد الإسلام. فينزل واقع الخبر ده شديد قوي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفوس الصحابة حواليه، كل أعدائهم متجمعين ضدهم وحتى حلفائهم باعوهم وطعنوهم في ظهرهم. فيحاول النبي صلى الله عليه وسلم محاولة سياسية أخيرة في أن يستميل غطفان أحد الأحزاب، واللي كانوا جايين طبعا في تمر خيبر اللي وعدهم بيها يهود بنو النضير، ويوافقوا فعلا ان هم يفكوا الحصار، لكن يطلبوا في المقابل تلت تمر المدينة لمدة سنة. فيشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويشاور سادة المدينة سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا سعد بن معاذ، فيرفضوا عرض جنود غطفان المرتزقة، وبرفضهم لهذا العرض يتقفل آخر باب في المحاولات السياسية لحماية المدينة وفك الحصار. الأمر كان شق جدا على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عملنا معاهدات وحفرنا الخندق واستنفذنا الوسع، خلاص هنعمل ايه تاني؟ مش بس كده، يبدأ المنافقين اللي كانوا موجودين في الصف المسلم يرجعوا ويقولوا لا ده بيوتنا عورة، مش هينفع نفضل جنبك بقى، احنا نروح هناك عشان خاطر نحمي بيوتنا. والعدد يقل حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان تفهم الحالة اللي كانوا فيها شوف تعبير القرآن لما قال زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. الكلام حتى مش محتاج تفسير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ايده بالسلاح الأخير، وهو سلاح مش سهل أبدا ولا يمكن التقليل من شأنه، وهو سلاح الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد لم يترك الدعاء يعني من البداية. وأنا هنا مش بمناط إن أنا أذكر لك قوة الدعاء، لكن أنا عايز بس أقول لك أثر الدعاء ده كان عامل إزاي. أثر الدعاء جاب بطلنا التاني اللي مش كتير مننا يعرفه ولا يعرف اسمه. أثر الدعاء جاب واحد من سادة غطفان وفي نفس الوقت كان عنده علاقات وتجارة وصحبة في بني قريظة، وهو سيدنا نعيم بن مسعود.
ويمكن الاسم غريب على كتير مننا برغم ذكائه ومكره المنقطع النظير. اسلم ازاي محدش يعرف؟ ازاي يسلم وهو في التوقيت ده اصلا وقابلته محاصره المدينه وخلاص هيخشوا يبيدوا المسلمين، والمفروض اصلا ان الناس بتشجع الغالب، الناس مولعين بتبعيه الغالب وطبيعيه المسيطر، لكن ان هو يروح ينضم للجانب الضعيف ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا اسلمت ولا يعلم احد من قومي فمرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انما انت فرد فخذل عنا ما استطعت، اللي تقدر تعمله اعمله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بشيء، لكن سيدنا نعيم ما سمعش كلمه انما انت فرد دي اللي هو خلاص ما تعملش حاجه، ولم يحقر نفسه ولا قال لك يا عم النبي ما طلبش مني حاجه وانا هعمل ايه في كل الجيوش دي، لكن كان صادق مع الله في ان هو عايز يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يدافع عن المسلمين، فصدقه الله. وربنا الهمه بفكره انا بعتبرها اكبر خدعه حربيه حصلت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، واكبر مناوره استخباراتيه حصلت في الفتره دي. سيدنا نعيم راح ليهود بني قريظه وقال لهم طبعا انتوا عارفين ان انا من ساده غطفان وعارفين ما انا فيكم، ان انتوا صحابي، وهقول لكم على حاجه سر فاكتموا عني، ما تقولش لحد ان انا قلت لك الكلام ده. خد بالك قريش وغطفان مش من هنا، هيحاولوا يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عرفوا ما عرفوش هيرجعوا لبلادهم وهيرجعوا لاهاليهم وهيسيبوكم لوحدكم مع محمد، ومحمد هيشوف شغله معاكم، وانتوا اكيد مش هتقدروا على محمد لوحدكم. قالوا له نعم، طب والعمل نعمل ايه؟ قال لهم لا تقاتلوا معهم لحد ما تاخدوا رهنا من اشرافهم عشان يبقوا خايفين عليكم ويفكروا 1000 مره قبل ما يسيبوكم ويمشوا ويرجعوا لاهلهم. فقالوا اشرت بالراي، يعني الكلام ده كلام مظبوط. وبعدين راح لابي سفيان قائد جيش الاحزاب وقال له طبعا انت عارف وضعي في وسط بني قريظه وانا عرفت حاجه فقلت اجي اقولها لك فاكتم عني، ما تقولش لحد بقى ان انا قلت لك الكلام ده. قال له قول. قال له بنو قريظه ندموا على نقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم وارسلوا اليه يسترضوه، وقالوا له بص احنا هنرجع العهد بتاعنا ومقابل كده هنجيب لك 70 من اشراف قريش وغطفان تقتلهم ونرجع اتفاقيتنا، فخد بالك يا ابي سفيان لو طلبوا منك هذا الطلب فلا تسلم اشرافك. وراح غطفان وهم اهله وقال لهم نفس الكلام، قالوا له نعم الرأي، ده الكلام مظبوط. ويرسل الأحزاب لبني قريظة إننا خلاص استعدينا عشان هنهجم على محمد لأننا مش هنعرف نستنى أكتر من كده، فيلا عشان تهجموا معانا. لكن يجي رد بني قريظة لأبي سفيان وغطفان ويقولوا لهم والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا من أشرافكم رهنا، فإننا نخاف أن تنكشفوا عنا وتخلونا ومحمدا صلى الله عليه وسلم. إحنا مش هنقاتل معاكم لحد ما تجيبوا لنا، معلش مع احترامي ليكم يعني تجيبوا لنا رهن عشان انتوا ممكن ترجعوا وتسيبونا. فأول ما الأحزاب وصل لهم الرد قالوا والله الخبر ما قال نعيم، ده نعيم كان على حق بقى فعلا، والله ما نرسل معكم أحدا حتى تقاتلوا معنا. فيرجع الخبر لليهود فيقول اليهود والله ده الخبر ما قال نعيم، ده فعلا عايزيننا نهجم وهيمشوا ويسيبونا معاه. وبالفعل تدب الفرقة بين أطياف جيش الأحزاب، ويستطيع سيدنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه بفضل الله أولا وأخيرا طبعا إنه يخذل عن المسلمين ما استطاع، برغم إنه هو كان مجرد فرد. وأنا الحقيقة مش عارف أنت تقدر تخذل عن المسلمين إزاي، لكن اللي أنا متأكد منه إن أنت لو صدقت الله هيصدقك وهيلهمك بأفكار تساعدك وتساعد غيرك، وكون على يقين ان انت ليك لازمه وليك اثر. سيب التصور التاني ده، الواحد ملحد شايف ان الدنيا اتشكلت صدفه وان هو كانسان ما هو الا طفره جينيه او بصقه لا اثر لها ولا تاثير في كون عدمي بدا من اللا شيء والى اللا شيء يعود. لكن انت كمسلم مدرك ان انت ما عليك الا السعي. القران بيقول لك كده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. مطلوب منك فقط الحركة، أما النتيجة دي فمش بإيدك تماما. كل اللي بإيدك هو إنك تحط نقطة وتدعي إن يجي اللي يبدأ من أول السطر. السلام عليكم. ملحوظه اخيره يا جماعه، طبعا انا عارف ان في تضييق جامد على كتير من البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا، سعيد جدا بمحاولات الناس ان هم يلفوا حوالين الالجوريثمز ويحاولوا ان هم يضحكوا عليها. بيفكروني بالمتنبي مع كافور الاخشيدي لما كان بيقول الكلام بمعنيين ويقول له كلام في ظاهره المدح ولكن في باطنه المذمه. خليني اسيب لكم السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي عشان نتواصل مع بعض. ادينا بنعمل اللي علينا وبنحاول نستنفذ الوسع والطاقه علشان خاطر نقول لربنا ونعذر الى ربنا. ربنا يعينكم وما تزهقوش، الموضوع مش ترند، الموضوع شرف لينا ان احنا ننتسب، وشرف لينا ان احنا نحاول نقاوم، وشرف لينا ان احنا ننتمي للقضيه دي وندافع عنها. متاكدوا ان الموضوع هيبقى له اثر ايجابي والله. كده القضيه دي ان شاء الله هتنتصر، بس الفكره ان انت خد شرف ان انت تبقى جزء منها، خد شرف ان انت تدافع عنها، خد شرف ان انت تقاوم، خد شرف ان انت تكون صاحب قضيه وصاحب مبدا وصاحب فكره. ربنا يعيننا ويعينكم، نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.